بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أجمعين. نبدأ فيديو جديد. طبعا احنا هنبدأ بمباراة الأهلي امبارح. والأهلي الصراحة يعني شرف الكرة المصرية والكرة الأفريقية بالماتش بتاع امبارح. الماتش يعني كان فيه غلطات وكان فيه سهوات كتيرة من المدافعين. زي ما قلنا احنا طبعا الريال مدريد ما بتهزرش. ريال يعني الاهلي امبارح لعب على قد امكانياته، في الكوره لغايه الدقيقه 41، لغايه ما الهدف جه من برضه من سهوه من محمود متولي. الكوره رجعت له من ديانج. ويعني هي سهوة، هي بتيجي نظام الماتشات دي كلها اصلا، وهتسرح او اي سهوة بتبقى نظام سهوة واحدة مرة واحدة كده يعني أي غلطة في الماتشات الكبيرة زي كده دي خلاص بتنهي الدنيا كلها. بتخلص. في يعني هي الجون الأولاني فتح الماتش لريال مدريد. بعد الاهلي ما كان متماسك وكان ضاغط عليهم جامد ومقفل الخطوط. طبعا ايه لما قفل الخطوط عليه، طبعا ايه ما عرفش ريال مدريد يخترق كتير لغايه لما جت السهوه دي في الدقيقه 41. خلصت فتحت الجيم. طبعا في بدايه الشوط الثاني بدا ريال مدريد، يعني الاهلي بدا يضغط على ريال مدريد جامد، بدأ يضغط والكلام ده كله. كان في هجمة قبل الهدف الثاني، بس ايه الهدف الثاني جه لما جيب بدري لخبط الدنيا كلها مع الاهلي. وطبعا فرق امكانيات، يعني انت بتتكلم فرق امكانيات ما بين ريال مدريد وبين الاهلي. دي بتبقى يعني شغل عقلانية. دي ناس محترفة غير اللعيبة بتاعت المصرية بتاعتنا خالص. يعني ده يعني عقلانية تختلف بكتير خالص غير عننا. بص يعني الناس اللي عايزة تتعلم كرة قدم تتعلم من إدارة ريال مدريد. بتعرف تجيب يعني بتعرف تجيب اللاعب من أي دولة. بتجيب اللاعب صغير، يعني 19 سنة 20 سنة 21، يعني في الحدود دي 22 بالكتير. بتلاقي بيعمل توليفة مع بعضيهم بيخلي ريال مدريد دي ملاش حل. ومعاهم مدرب عبقري انشيلوتي الصراحة، يعني مدرب عبقري بمعنى الكلمة. بيعرف يتعامل مع الماتشات اللي زي كده، بيعرف يفصل فريقه عن المشاكل، بيعرف ينقي اللعيبة بتاعته. الكواليتي بتاع اللعيبة بتاعته بيعرف ينقيها، بيعرف ينقي الكواليتي بتاع اللعيبه بتاعه. يعني امبارح شفنا كافان وشفنا تشوماني وشفنا اللعيبه دي بتلعب كوره يعني، واحلى من يعني الفرق اللي في العالم كلها. ريال مدريد بيعرف يعمل الهجمه المرتده يعني بطريقه يعني ملهاش حل، من 3 4 لمسات الكوره يعني من الحارس تك تك بيعرف ايه يطلع بالكوره بتاعته صح. احنا ما كناش يعني الاهلي طبعا او اللعيبه المصريه كلها ما بتعرفش تطلع بالكوره صح. ما عندناش الثقافه ان احنا بنبني من تحت ونطلع. لا، الكوره اول ما تبني تتزنق تروح راجع للشناوي، يروح ايه شايط الكرة لجوه على طول، بيشتت زي ما بيقولوا، يروح يشتت زي ايه زي ما دول بقى عندهم الثقافه، بيعرف يبني من تحت، بيطلع في 3 4 باصات بتلاقي نفسك عند الجون المنافس زي ما حصلت في الجون الثالث. يعني هي هجمه كانت لينا طق طق طق. فاحنا بقى لعبنا باستعجال، الاهلي لعب باستعجال. قفشه ضيع، محمد شريف ضيع، الشحات. هي كانت بس نقطه التحول ان الشحات خرج. يعني كان الشحات عامل ماتش جامد مع الشحات، كان عامل ماتش يعني عالمي زي ما بيقولوا. كان عامل الجبهة مع محمد هاني، جبهة ثنائية متفاهمين مع بعضهم. وهو كان منه ركنة ضربة الجزاء اللي حصلت مع ضد ريال مدريد فيها. هو بس دي كانت نقطة التحول، ان انا ما ينفعش ان انا اطلع لعيب شغال وايه واروح منزل لعيب تاني. انا كان المفروض هو طاهر كان احمد عبد القادر كان طلع، كان يعني ما فيش خالص الماتش. كان المفروض هو اللي يطلع، كان هو المفروض احمد عبد القادر اللي يطلع. واحنا قلنا لو المفروض يلعب ب 4-3-3 3 في خط الوسط والكلام ده كله، زي ما بدأ في ماتش اوكلاند السيتي كان برضو مقفل بالثلاثه، والسيتال كان مقفل بالثلاثه. كان المفروض ان هو يقفل بثلاثه ويخلي حمدي فتحي يلعب رقم 10 بيزيد بين احنا مع محمد شريف وحسين الشحات وعبد القادر. كان ممكن ايه ومعاهم حمدي فتحي رقم 10 كان بيخش، كان بتبقى الدنيا ايه مظبوطه. انت لما لغايه الدقيقه 40 وانت كنت ماشي ايه ماشي صح. هو التغييرات بس كان فيها عشوائيه وفيها يعني لخبطه كده
من كولر. طبعا كان يعني التغييرات كان فيها عشوائيه وفيها لخبطه، بس طبعا احنا نشكر النادي الاهلي وفرحنا يعني النادي الاهلي امبارح، والماتش كان حلو الماتش، وكان فيه نديه. وحتى الصحافات الاسبانيه كلها برضو اتكلمت على الماتش، يعني الماتش امبارح صحفه ماركا الاسبانيه: الاهلي لا يعرف الاستسلام على مدار المباراه امام ريال مدريد، وسبب ذعر الفريق ريال مدريد، وكان هيحاول يعني يحاول التعادل ويخطف الفوز. وطبعا مجله اس برضو الاسبانيه قالت لك ريال مدريد كسبت الماتش امبارح يعني بصعوبه، ووصل للنهائي بس كسب بصعوبه. يعني انت الصحافه الاسبانيه والصحافات العالميه كلها بتتكلم عليك، على الاداء اللي انت عملته، وده يعني بالعربي اللي انت ضايقت ريال مدريد، وبالعافيه ان ريال مدريد كسب. وطبعا عندنا رغم الفروقات طبعا الفنيه الكبيره وبعض الاخطاء الفرديه عندنا في النادي الاهلي، والتغييرات برضو كانت عشوائيه زي ما قلت لكم. وفقط بص، مشكلتنا بقى التركيز، فقدنا التركيز في دقائق بس الاخيره دي، الثلاث اهداف الهدفين اللي جم في الاخر دول بسبب فقدنا التركيز والدقه والقوه بتاعتنا والروح. عشان كده بقى الاهداف في الاخر دي. وطبعا كل التحيه للنادي الاهلي، ما قدموه على من اداء وشجاعه، وامام افضل فريق في العالم. انت بتتكلم افضل فريق في العالم وفي تاريخ كرة القدم هو ريال مدريد. يعني انت بتتكلم من يعني فرقه بتعرف تفوز، مدير فني بيعرف، لعيبه بتعرف في الدقائق الاخيره بتفوز، بتخليك تطلع كل اللي عندك، اللياقه البدنيه، وتعرف تفوز في اي وقت فيها. طبعا شكر النادي الاهلي على الروح العاليه اللي هو لعب بيها. وطبعا الاهلي بيستعد لفلامانكو البرازيلي، بيستعد الاهلي لمباراه المركز الثالث، وان شاء الله ربنا يكرمنا كده بالمركز الثالث فيها. وربنا يكرمنا ان شاء الله بالمركز الثالث ان شاء الله كده. هنلاعب فلامانكو يوم السبت الساعه 5:30، وربنا يكرم بالمركز الثالث. يبقى كده بقى لو ربنا كرمنا بقى بين 3 سنين كده على التوالي بناخد البرونزيه. احنا كنا بنطمح يعني نطمح ان احنا نلعب النهائي، بس يلا الحمد لله. انت بتلعب فريق كبير وفريق محترم زي ريال مدريد طبعا، وفريق الاول على العالم. وبرضو نكرر شكرنا للنادي الاهلي، وان شاء الله يبقى الحظ وفيره كده بماتش فلامانكو. طبعا كولر برضو يعني عادل رقم موسيماني، يعني احصائيه كده ان برضو موسيماني لعب 22 ماتش وخسر في ال 22، وخسر في الماتش الرقم 22 برضو. يعني الحمد لله، يعني قدر الله ما شاء فعل. برضو ربنا يوفقنا في في المطوشه. الماتش بتاع يوم السبت هيبقى الساعه 5:30 ان شاء الله. طبعا اللي بيستعد بعد ما يرجع الاهلي برضو اعلن القائمه النهائيه بتاعته اللي هيلعب بيها افريقيا، دوري ابطال افريقيا. طبعا القائمه ضمت كل الفريق اللعيبه، يعني محمد في حراسه المرمى محمد الشناوي، علي لطفي، شوبير، حمزه علاء. في خط الهجوم خط الدفاع هيبقى متولي ومحمد عبد المنعم وياسر ابراهيم وعلي معلول، محمد هاني، خالد عبد الفتاح، رامي ربيعه، ايمن اشرف، اكرم توفيق، كريم فؤاد، نبيل كوكا، كريم الدباس، ديبيس، محمد اشرف. في خط الوسط هتبقى السوليه وفتحي وديانج والشحات عبد القادر وقفشه وكهربا وكريستو ومروان عطية وبرونو سافيو وأحمد القندوسي وطاهر محمد طاهر وعبد الرحمن رشدان ورأفت خليل ومحمد فخري وميدو نبيل. في الهجوم محمد شريف وبيرسي تاو وشادي حسين. ده هيبقى دي القائمة النهائية بتاعت الأهلي في دوري أبطال أفريقيا. المفروض كان هيلعب يعني يوم الجمعة. طبعا الماتش اتأجله مع القطن الكاميروني. طبعا كده خلصنا اخبار النادي الاهلي فيها، وكل التوفيق للنادي الاهلي يوم السبت ان شاء الله. نخش بقى على اخبار النادي الزمالك. نقفل بقى صفحة كأس العالم مؤقتا، ونخش بقى على صفحة دوري الأبطال أفريقيا. طبعا بيستعدوا الأهلي، وقلنا القايمة بتاعته. طبعا بنخش بقى في أخبار إن الزمالك بيستعد نادي الزمالك لمباراة شباب بوليسداد غدا إن شاء الله في القاهرة. وطبعا الزناري وعبد الغني جاهزون يعني لمباراة غدا بكرة شباب بلوزداد. والجهاز الفني طبعا يضع برنامج تأهيلي للاعبي الزمالك بتخلص من الإجهاد العضلي قبل مباراة غدا في دوري أبطال أفريقيا. وطبعا بيستعدوا بقى الفرق الثلاثة بقى المشاركة، فيوتشر
وبيراميدز برضو بيستعد. نقول بقى قائمة الزمالك النهائية في دوري أبطال أفريقيا: في حراسة المرمى محمد عواد، محمد صبحي، السيد عطية، محمد نديم. في خط الدفاع: محمد عبد الغني، مصطفى الزناري، محمد عبد الشافي، عبد الله جمعة، حمزة المسلوسي، محمد حمدي الونش، فتوح، حسام عبد المجيد، محمد طارق. في خط الوسط: شيكابالا، رؤى، السيسي، عماد نبيل، دونجا، زيزو، أحمد حسام، بيبو. الهجوم هيبقى ابراهيم نضاي، سامسون، مصطفى شلبي، سيف الدين الجزيري، يوسف اسامه نبيل، سيد عبد الله، سيف جعفر، سيد عبد الله، نيمار، وسيف جعفر هيبقى في الهجوم. طبعا خرج من كل زكريا الورد، وحسام اشرف، ويوسف اوباما. وخرج برضو امام عاشور للاحتراف، ويوسف امام برضو ايه للاحتراف في السعوديه. طبعا كل التوفيق لنادي الزمالك غدا مع شباب بلوزات. هي مشكله الزمالك في اول المطوشه دي. مشكله الزمالك بقى في ضربه البدايه دي في بطوله افريقيا، يعني مش اول مره فيها. لا يتعادل لا يتغلب. فيها بكره ان شاء الله كل التوفيق ليه. وبرضه بيلاعب فريق شباب بلوزات، برضه فريق ليه خبره في دوري الابطال افريقيا، وفريق يعني زي ما بيقولوا باللغه العربيه معروف في شمال افريقيا بتبقى رخمه معانا كتير. وكل التوفيق برضو الفيوتشر هيلعب يوم السبت باين مع حريه الغيني، وفي فيوتشر وبيراميدز برضو. كل التوفيق للفرق الاربعه اللي مشاركين. طبعا ماتش الاهلي متاجل مع قطني الكاميروني بسبب كاس العالم الانديه. طبعا شكرا لحضراتكم، خلصنا حلقتنا بقى. عايزين لايكات وشير كتير، ونوليكم بكل جديد ان شاء الله. وعايزين ما كده اللي ما اشتركش في القناه ينزل يشترك في القناه، وان شاء الله اوريكم بكل جديد، وفعلوا لنا الجرس. شكرا لحضراتكم.